يسعد لي أوقاتكم يا أحلى عيلة. خلال الشهر الفضيل كلنا منحب نعمل حلويات عربية بالقشطة. اليوم حضرت لكم بديل القشطة العربية أو القشطة المنزلية، لأنه أغلبنا ما منلاقي قشطة بالبلد اللي نحن موجودين فيه، وسهلة التحضير، مكوناتها موجودة عنا بكل بيت، والطعمة رهيبة كأنه عم ناكل قشطة عربية. يلا نجهزها. بنقول بسم الله. عندي طنجرة وبضيف فيها 1 لتر من الحليب كامل الدسم، وفينا نضيف من كوب لكوبين حليب بودرة بيخليها دسمة وبنحصل على قريشة أكتر. وإذا ما عندكن حليب سائل فيكن تستبدلوه بحليب بودرة. لكل 1 لتر مي ونضيف 3 كاسات من حليب البودرة حتى يعطينا نفس الدسامة. دوبهم على نار متوسطة وبضل بحركهم حتى يغلي الحليب. بعدها بضيف ربع كوب من الخل، ما يعادل 5 معالق، وبحركهم ببطء. مثل مو شايفين بلش الحليب يفصل، يظهر عنا مصل الحليب، وبنضل نحرك حتى يفصل تماما وتطلع معنا القريشة. طلعت معي كمية وفيرة، وبفضل نغسلهم شي بسيط من طعمة الخل، وبصفيهم وبتركهم على جنب، وببلش حضر الخطوة الثانية وهي شي شبيه المهلبية. طنجرة بضيف 1/2 لتر من الحليب كامل الدسم، بخلطهم على البارد مع 3 معالق نشا، وبحركهم حتى يجمد معي. وبضيف القريشة ومعلقة ماء الزهر أو ماء ورد، وبضل حركهم مع بعض وهن سخنين حتى القشطة تتماسك مع بعضها. هي شكلها بعد ما خلصت، وبس تبرد بتجمد أكتر وتتماسك مع بعضها. بنصحكم تجربوها وتعتمدوها بالحلويات. وبالعافية. بتمنى فيديو اليوم يعجبكم وطريقتي سهلة. وإذا كنتوا عم تشوفوني أول مرة لا تنسوا الاشتراك عندي بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم إشعار بكل شي جديد، وتكبر عيلتنا فيكم. ولايك وكومنت محفز مثل العادة أكبر فيكم وبدعمكم لإلي. وانتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله عن طريقة تحضير القطايف بأسهل وصفة. ودمتم سالمين برعاية الله تعالى.